تزامنا والتقلبات الجوية، سخرت مصالح أمن ولاية شلف كافة إمكاناتها البشرية والمادية لمرافقة المواطنين ومستعملي الطريق مع تكثيف النشاطات التحسيسية والوقائية. كما جندت المصالح العملياتية للأمن العمومي بأمن ولاية شلف عبر كامل قطاع الاختصاص إمكانياتها المادية والبشرية لمرافقة المواطنين من خلال تعزيز التواجد الميداني والعمل على تسهيل حركة المرور وردع مختلف التصرفات السلبية للسائقين المخالفين لقانون المرور. يكون عندنا سجلنا بزاف حوادث مرور وترتفع كي يكون عندنا تساقط تاع امطار ولا تساقط تاع ثلوج في المناطق اللي فيها ثلوج. انت راك مسؤول عن نفسك وعن الزبائن اللي معاك، تنقل لهم من نقطه لنقطه يوصلوا في السلامات وربي يعاونكم ان شاء الله. ومن جهة أخرى وتعزيزا للوعي المروري، يعمل عناصر الأمن العمومي بمحاور الطرقات والحواجز الأمنية على تقديم النصائح والتوجيهات اللازمة لمستعملي الطريق مع حثهم على ضرورة الالتزام بقانون المرور والإرشادات الميدانية المقدمة لهم أثناء تنقلاتهم. الانتباه للأضواء المختلفة، انتباه لممرات الراجلين، الانتباه لحالة المركبة، هذو مسيحة الزجاج غسل. بخير خيرك لاباس. والتوعوية بخصوص تهاطل الأمطار هذه نطلبوا من السواق تاعنا باش يسوقوا بحذر، حافظ ممر المواطنين اللي مقاطعين على ممر الراجلين، والتزام بالنصائح التي تقدم لهم من طرف الشرطة والأعوان تاعنا. هذا وقد ثمن المواطنون الجهود المضنية لمصالح أمن ولاية شلف والحد من حوادث المرور وتوفير الأمن والاستقرار للساكنة. احنا نقول الله يشد فيهم والله يحفظهم والله يسترهم.